افتحي بقك يا اختي، دوقي الحلاوه والطعام. ما تفهموش ده ايه بالظبط، هو غالبا كده كريز متنكر في صوره عنب. عايزه اقول لكم ان هو طعمه خطير، بقالي فتره كبيره ما اكلتش حاجه حلوه كده وعجبتني بالشكل ده. ده المفروض ان هو عنب اسود، جبته من فتح الله. هو سعره غالي حبتين تلاتة، بس انا جبته عشان خاطر عموري وتيتويا. قلت ينقنقوا فيه وهم رايحين وجايين كده، عشان خاطر هم قاطعين الاكل يا بنات. يعني انا قلت تغيير الجو مع المصيف والميه هياكلوا كده، لكن للاسف مفيش. مش عارفه ايه السبب اللي هم فيه، بس انا بقول الجو حر غالبا، الكبير كمان كده دلوقتي. المهم يا اخواتي، هتكملوا معايا اليوم بكل تفاصيله، وعاوزاكم تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زهرته من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. قبل ما انسى يا اخواتي، عايزه اقول لكم ان انا غسلت العنب ده اكتر من مره، وللاسف هو مشبر كده لوحده، واللي عليه ده مش بيروح. عشان بس محدش يقول لي وانت بتاكليه مش نظيف، لا والله غسلته كتير بس فعلا مش بيروح. حتى كنت بمسحه بايدي قدامكم، والعنبيه زي ما هي كده، يعني عليها طبقه كده من بره عامله زي ما تكون مشبره. المهم، كنا اتغدينا في فطرنا، ما تفهموش ازاي. بصراحه كنت مستنيه ابو عمر ان هو يصحى، عشان كان نفسي ان انا اروح البحر بقى، كنت شفته ولا مره من ساعه ما جيت. هو اصلا كده كده البحر اللي هنا ده ما ينفعش ان هو يتنزل، يعني ما ينفعش انت تنزلي فيه او تقعدي او الاولاد يعوموا على الشط، مفيش الكلام ده، لان الموجة عالية قوي فيه وخطر وكده. فكنا بس عايزين ان احنا نروح، يعني ايه، نسمع صوت طشطشة المية دي، عارفين اللي هو بتسمعي صوت الموجة، هو كده بالظبط. فكنا خلاص اتغدينا. انا جهزت معاكم الفيديو اللي فات السجق، وكنا اتعشينا منه ونفعنا هو لغايه تاني يوم. ما كانوش حابين ان هم يفطروا جبن، فانا سبتهم براحتهم بقى، عملت طبق طحينه متينه كده واكلنا بقى، وملينا التانك وابتدينا ناخد معانا شويه حاجات للاولاد. اخدت طبعا غياراتهم عشان لو هدومهم اتبهدلت او اتعملت رمله، واخدت لهم بامبرز لكل عيل غيار يعني، وازازه ميه ساقعه وسناكس وبسكوت ليهم وكده شويه نقنقه يعني. وابتدينا بقى ان احنا نروح البحر، وكنت قايله له جايالك يا غالي جايالك، ويا ريتني ما قلت. المهم نزلنا من هنا، وابتدينا ان احنا نتوجه بقى للبحر. ويا ريتنا ما رحنا يا بنات، والله العظيم انتوا هتشوفوا شكل المنظر عامل ازاي. عايزه اقول لكم الدنيا هناك زحمه بطريقه ما حدش يتخيلها، ما كانش فيه ولا شمسيه فاضيه، ما فيش مكان. حتى ابو عمر حاول ان هو يروح يتكلم مع اي حد، او ان احنا حتى نقعد على الكافيتيريا وكده، مش لازم ان احنا نروح. فقال لي لازمتها ايه، احنا عايزين نبقى قاعدين على الشط بالظبط. فالصراحه عنده حق. فرجعنا تاني، رجعنا قفانا يأمر عيش محترم كده ورجعنا ونزلنا بقى البول. المفروض ان احنا اصلا الاول كنا هنروح البحر، ولما نرجع ننزل البول، عشان اليوم بيروح واحنا في البسين، يعني مش بنعمل اي حاجة تانية. فخلاص كان يومنا راح، نزلنا المية شوية وبعدين طلعنا. طبعا الاولاد غيرت هدومها وكل عيل اخد شاور وكده. عايزه اقول لكم ان عموري طبعا في وجود باباه يعني ايه متدلع بزياده، يعني هو يعني اوريدي اصلا متدلع وبيمشي اللي في دماغه، لا في وجود بابا متدلع اكتر، وبقى شبطان فيه بزياده قوي، ومش عاوز بابا يتحرك من قدامه كده. بس انا هقول لكم السفريه دي اقسم بالله يا بنات، يعني جت في وقتها بالنسبه لعمر. عمر فعلا كان محتاج لتغيير الجو، ومحتاج فعلا ان هو يخرج بره الحياه الروتينيه بتاعته اللي هو متعود عليها، ومحتاج يقضي فتره اطول مع باباه. يعني مش مجرد ان هو يعني يرجع من الشغل ياكل معاه وينام في حضن، لا محتاج يعني ايه يبقى صاحي نايم شايفه، هو محتاج كده. بس هقول لكم فرقت ايه تاني اللي انا لاحظته كمان في الكام يوم دول. المهم يا اخواتي، اللهم صل على النبي، اخويا بقى ربنا يا رب يبارك لي فيه كده ويديله الصحه، اخد المهمه الصعبه وابتدى ان هو ايه يولع لنا الفحم. انا كنت قايله لكم ان احنا جايبين الشوايه بتاعتنا والشبكه والريشه، وجايبين كل حاجه يعني خاصه بالشوي وكده. واشترينا الفرخه دي متبله اصلا، يعني يعتبر هي نفس السعر على فكره، يعني لما كنا هنجيبها كده عاديه من الفراخ، بس دي جبناها متبله. وابو عمر شواها لنا كده على طول، يا دوبك بس حطها كده بتتبيلتها في اسمها ايه، في الشبكه دي. والميه اللي بتبقى جايه مع التتبيله او اللي الفرخه بتنزلها، اللي هي اسمها ايه يا بنات، اللي هي ميه التتبيله يعني، بيقول ان هو بينزل عليها كده وهو بيشوي. هي دي اللي بتطلع بقى ريحه الشوي الجميله، وبتخليها جوسي كده مش ناشفه، وكانت حلوه الصراحه. اول مره اجرب ان احنا نشتري حاجه متبله جاهزه وتطلع تحفه بالشكل ده. فهو طبعا اللي ماسك مهمه التسويه
لو فاكرين اول ما جبنا اسمها ايه الشوايه دي، كنا في شقتي القديمه، وابو عمر عمل لنا حفله شوي قبل كده، بس ذكرياتها معايا ما كانتش حلوه، كنت مقلقه وخايفه، فكل شويه اقول له ايه سويها حلو سويها حلو. بس الصراحه الحاجه اللي انا مش متعوده اعملها بره بيتي بفشل فيها، فانا قلت لكم ان انا ناسي حاجات كتير ما جبتهاش. وانا كنت جايبه كيس رز عادي، ما كنتش جايبه رز بسمتي، فابو عمر راح اشترى، هوريكم شكل العلبه دلوقتي. فعلبه الرز البسمتي دي بحوالي 48 جنيه، متفهموش ليه غاليه جدا، ماشي. وطلع ليها مقادير ميه معينه عن اللي انا متعوده عليه، هي الحبايه هنا ارفع واطول، فمعرفش طريقه التسويه بتاعتها صراحه، فانا جودت من عندي وعملتها زي ما انا متعوده، وما كنتش عامله حسابي في التوابل بتاعه الرز البسمتي، توابله بتبقى كتيره بعكس الرز العادي، هما شويه ملح، ممكن لو انتي حابه تضيفي يعني اي حاجه تانية مثلا براحتك، انما هو ملح بس، الرز عامه ما بيتحطش عليه غير ملح بس، الرز اللي هو البلدي العادي. اما الرز البسمتي ده بتحطي كاري وكركم بابريكا بصل بودرة توم بودرة حبهان ورق لوري، فانا كنت جايبة بعض الحاجات والبعض التاني لا، يعني ناسي حاجات كتير. فكان معايا حبهان ورق لوري حطيتهم، وكان معايا ملاحة كده فيها بقى ايه بهارات، على شطة على بابريكا على كمون على فلفل اسمر، حطيت منها صراحة. طبعا دي غيرت لي طعم الرز 180 درجة، مش طعم الرز بسمتي. اول ما شفت شكله كده وانا بسويه ودقت يعني دقت اسمها ايه العقد بتاعه ده، لا يعني ده مش رز بسمتي. فبعت اخويا بقى جاب بصل بودرة وتوم بودرة وكركم واسمه ايه التاني ده وكاري، وحطيت منهم، بس برضو ما طلعش نفس الطعم اللي انا بعمله العادي. طبعا بعض التوابل اللي انا حطيتها دي غيرت الطعم، والميه كانت زياده سيكه فطلعته معايا مش حلو. هو عامه يا بنات اي كميه رز بسمتي بتتبقى بيبقى عكس الرز العادي، بينشف، بتحسوا ان هو عارفين بيحصرم شويه كده، مش عارفه انتوا عارفين التركيه دي ولا لا. فانا دايما لما بعمله بعمل على القد بالظبط، فهنا لما اتبقى معايا لتاني يوم يعني ظبط، هو كان فيه ميه زياده لا ما بقتش موجوده اصلا. بس فالمهم ده شكل الفراخ في الاخر. عايزه اقول لكم يومي يومي على الجمال، تحفه يا بنات، طعمها كان حلو جدا، تتبيلتها مظبوطه، وريحتها في الشوي كانت خطيره، والصراحه عجبتني بالنسبه ان احنا شاريينها جاهزه والواحد ما تعبش في تحضيرها وكده، لا تحفه. وكنا بقى واخدين معانا مخلل وكده، والايام يعني عارفين اللي هو بتخلصي من اليوم تلضمي في اليوم اللي بعده على طول. بديت معاكم اليوم بالنهار وختمته معاكم برضو تاني يوم اهو بالنهار. لسه هنا كنت بقول يا هادي احنا بنصحى قبل ابو عمر، فاخويا بياخد عموري وبيبقى معايا تيتويا، وممكن احنا ننزل ميه، هو يبقى لسه نايم اصلا وبيبقى معاه لولي. فهنا كانوا الاولاد صحي، وعمر اول ما بيفتح عينه بيجري على البول على طول. عايزاكم ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يحفظ لي اولادي. عايزه اقول لكم ان عمر ليه مواقف في السفريه دي عمري في حياتي ما انساها، ابقى احكي لكم عليها في الفيديوهات الجايه بمشيئه الله. عزيز الهانش انا توبه انزله تاني بالبامبرز على المنظر اللي انا شايفاه ده. وبس والله يا اخواتي ده كان فيديو النهارده، ما تنسونيش بدعواتكم، تحطوا لايكات كتير للفيديو، ولو حابين تغيير الجو ده اكتبوا لي في التعليقات، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع